تعالوا كده بقول لكم ايه الفرق ما بين كلمه let و allow. كلمه let و allow الاثنين دول فيرب بمعنى يسمح، بس هما مختلفين في القاعده. let بيجي بعدها مفعول، و allow بيجي برضو بعدها مفعول، بس let بيجي بعدها مفعول والمصدر، اما كلمه allow بيجي بعدها مفعول وتو والمصدر. الاثنين بمعنى واحد، الاثنين بمعنى يسمح به، بس التصريفات تصريف فعل let. تمام، يعني كل التصريفات واحده. اما كلمه allowed she let me use هير بن، يعني هي سمحت لي ان انا استخدم قلمها. تعالوا بقى لو بقاعدة allow فانا هقول she allow me to use her pen. تمام، جه بعدها to والمصدر مش المصدر بس، اما let بيجي بعدها المصدر بس. في كمان قاعده صغيره ان ممكن allow ممكن نستغنى عن المفعول، يعني let لازم يجي بعدها مفعول، allow بقى ممكن نشيل منها المفعول، ولو شلت المفعول من كلمه allow فهيجي بعدها verb plus ing، يعني verb plus ing على طول لو مفيش مفعول. لو في مفعول to ومصدر، ده allow بس. منى نقط اس يوز هير لابتوب. لو عرفتوا اجابه السؤال ده فاكتبوا لي في الكومنتات.